يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. صياح ما بعد بطولة افريقيا، صياح من جهة ايه يا ابو الصحاب؟ صياح من كل حاجة. قبل ما اخش في موضوع الفيديو حابب اوجه رسالة يعني للناس اللي عمالة تكتب عني بوستات انت قلبت، انت بتزاملك. عادي، انت تقول اللي انت عايزه واللي انت شايفه اكتبه، ما عنديش اي مشكلة. بس عندي مشكلة في حاجة واحدة، انك تقفل لي صفحتي. ليه يعني؟ انا قتلت لك قتيل يا ابو الصحاب؟ مش عاجبك اللي انا بقدمه؟ ما تتابعنيش. مش لدرجه ان انت تقفل لي الصفحه يا ابو الصحاب. وزي ما انت شايف اللي قدامك يا ابو الصحاب، مره اجي اخش ما الاقيش الصفحه، مره اجي اخرج له. ما برضك اشكر طبعا اخويا ماضو، برضك هو اللي بيتصرف في الحاجات زي ديت. ومعايا واحد برضك اسمه كريم بساله في شويه مواقف زي ديت، هو اللي بيعرف يتصرف في المواقف دي. كل القصه يا ابو الصحاب انا مختلف معاك، انا مش عاجبك ما تتابعنيش. مش لدرجه انك تقفل لي البيج زي البيج القديمه اللي هم اصلا كانوا زملكاويه قافلينها. البيج القديمه اللي هي من سنتين، اللي هي كانت اصلا 300,000 متابع، اللي هي من سنتين عملنا بيج تانية وعدت ال 200,000 متابع. عايز تقفلها ليه؟ مش عاجبك ما تتابعنيش. وانتوا عارفين كويس ان انتوا بتاخدوا فلوس لمصلحه ناس. ايوه، في صفحات للزملكاويه بياخدوا فلوس لمصلحه ناس، وفي ناس ما بتاخدش فلوس، في ناس بتشتغل كده عادي، وفي ناس محترمين بجد والله. بس انا بقول لك الاكتريه اللي هي الصفحات التقيله للزملكاويه اللي هم بيتقال عليهم هي دي الصفحات اللي بتتكلم باسم الجمهور. والله العظيم والله العظيم بياخدوا فلوس، بجيبها لك على بلاطه. فعموما يا ابو الصحاب، مش عاجبك اللي انا بقدمه، مش حابب اللي انا بقدمه، متضايق من اللي انا بقدمه، ما تتابعنيش. مش لدرجه انك تقفل لي صفحاتي، وما اعرفش اصلا البلاغات جايه منين. يعني انا ما اعرفش ايه السبب، يعني الصفحه اتقفلت وبترجع تاني، ايه السبب؟ ما اعرفش. طب انت عايز ايه يعني يا ابو الصحاب؟ عايز تقفل الصفحه؟ مش هتتقفل ان شاء الله، مش هتتقفل طول ما انا ماشي وبتكلم في اللي انا شايفه من وجهه نظر. شايفني قلبت ما تتابعنيش، شايفني اللي انا متزاملك، شايفني ان انت بتقارني باسماء انا ما اعرفهمش. براحتك يا ابو الصحاب، اعمل اللي انت عايزه. بس كل اللي اقدر اقوله لك، انا هتنيني مستمر. هتقفل لي كذا، هتقفل لي كذا، انا هتنيني مستمر ومش هيأس طول ما الناس في ظهري. المهم بقى يا صحاب، تعالى نخش بقى في موضوع الفيديو. صدعتك معايا شويه، وانا ما بحبش احكي اعذار وشويه مشاكل زي ديت، وفي حاجات زي دي كتير ما بحبش والله احكي فيها. تعالى بس نخش في موضوع الفيديو اللي هو حرفيا سياحه اكتر. مشجع الزملكاوي الالماني يا ابو الصحاب، لعيبه الاهلي بتحفل حواليه. ورضا عبد العال يا ابو الصحاب بيقول لك الاهلي مش بعبع افريقيا. هو خد البطوله، بس هو مش بعبع افريقيا. جنش يقترب من العوده للزمالك تاني. انا بقول نقفل النادي احسن. يلا بقى يا ابو الصحاب، نبدا في الفيديو بتاعنا النهارده. بس قبل ما ابدا كالعاده انا مستمر بدعمك. الفيديو اللي فات طلبت 11,000، ما وصلتوش 11,000. اتمنى من اخواتنا نخش على الفيديو اللي فات نوصله 11,000. نخش نحط لايك ونرجع تاني يا ابو الصحاب نوصل الفيديو ده 5. احنا وصلنا الفيديو اللي فات اعتقد لحد دلوقتي 6. اتمنى يا ابو صحاب نوصل ده 5000 لايك. واللي لسه ما اشتركش في القناه، علشان في نسبه كبيره معديه ال 50% ولسه ما اشتركتش في القناه، يبقى انت يا ابو صحاب عاجبك المحتوى، فاتمنى تشترك في القناه. نبدا باول موضوع معانا يا ابو الصحاب، رضا عبد العال. صياح ما بعد بطوله افريقيا. رضا عبد العال كان بيصيح حرفيا زي الوليه دي. صوتي يا وليه. فكابتن رضا، رساله ليك يا كابتن رضا. عادي الاهلي كسب، وانت كنت لعبت للزمالك ولعبت للاهلي وبعت الزمالك، سيبك من القصص دي. فعادي ما تقول مبروك. فحته انك تكابر بقى علشان انت غلطت وراهنت، تقول لا ما هو ما كانش سان داونز. ايه دخل سان داونز؟ ما الوداد قبله، الوداد كسب سان داونز. مش انت كنت بتقول سان داونز هو اللي هيكسب الاهلي؟ ما عادي الاهلي السنتين اللي فاتت كسبوا. هقول لك ما هو كسبوا 5. ما عادي في فرق كبيره بتخسر 5 و6 و8 و10 عادي يعني. كل القصه مين اللي خد البطوله؟ الاهلي يا ابو الصحاب هو اللي خد البطوله. وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش دفاعا عن الاهلي، علشان فعلا انا كزملكاوي مش فارقه معايا اكسب البطوله ملك وكتاب، اكسبها قوت، اكسبها عرض. فاكرين نهائي الكونفدراليه؟ هو احنا كنا بنلعب حلوين وكونفدراليه وضربه جزاء وحوار، فاكر يا؟ فعادي ياك اكسبها زور حتى كمان. المهم اكسب البطوله. ولما مثلا الفرق التانيه لما بتكسب زور كمان بتكسب، بيتقال انك كسبت زور، خدت البطوله وخلص. حتى كمان يا ابو الصحاب، انت عارف الاهلي حصل ايه في النهائي؟ ذهاب وعوده والحكم والكلام ده كله، سيبك بالتفاصيل دي. انا عايز اركز على نقطه رضا عبد العال مستمر فيها، مش محترم نفسه زي التصريح ده يا ابو الصحاب. رضا عبد العال بيقول امبارح الاهلي كان سيء قدام الوداد وما كسبش فنيا، وانت كنت خايف ونزلت تحت الترابيزه في الماتش ده. بيقول لمين؟ كابتن اكرام. كابتن اكرامي رد عليه قال له ما تتكلم عدل يا رضا، مالك يا سيدي؟ الاهلي وحش ولاعيبته وحش والمدرب وحش واخدت افريقيا سود. عنده حق ياك اكون وحش، المهم اخدت البطوله. ويا كابتن رضا مع احترامي ليك قلتها لك كذا مره، في ناس كده بتحترمهم علشان هم محترمين. ايه اللي تقول للكابتن اكرامي ايه نزل تحت الترابيزه؟ ما كله كان خايف، اهلاوي كل الاهلاويه كانوا خايفين بعد الجون، كله كان طبيعي. امال بقى ما واحد يكون محترم قدامك تقول له نزلت تحت الترابيزه وانت خايف؟ لا الفاظك يا كابتن رضا. اللي طلعك على الشاشه ظلمك اصلا يا كابتن رضا، انت ومهيب اللي جنبك ده. اللي مهيب برضه كان بيقول لاكرامي، كابتن اكرام بيقول له قوم ارقص، يعني في السن ده وكابتن اكرامي ومنتخب وحاجه كبيره ومرقص. بقول له يا عم ارقص فيه، احنا كبرنا يعني، كنا بنرقص لما كنا خدنا البطوله الاولى في 82. قال لي لا قوم ارقص.
فاصلا اللي قاعد معاهم كابتن اكرام اصلا بيقل من نفسه. فاتمنى من كابتن اكرام ما تظهرش. انا عارف برضك ان انت بتبقى ماضي عقد، مع احترامي برضك للحاجات دي، بس برضك انت قاعد مع ناس ما ينفعش تقعد معاهم اصلا، واحد زي مهيب وواحد زي رضا. ونيجي بقى للموضوع اللي بعد كده، الموضوع الترند. هو اصلا كان موجود علشان يصنع ترند. المشجع الزملكاوي الالماني اللي جه المغرب علشان يشجع الوداد، وقلت جه حط البركه. المشجع ده عمل ايه؟ ما عملش حاجه، راح ماشي لقى بعثه الاهلي بالصدفه، فجمهور الاهلي واللعيبه بتاع الاهلي البعثه يعني لقوه في المطار، فقعد يلف حواليه وحفلوا عليه. انت شايف يا ابو الصحاب بقى ان كان المشجع ده الراجل؟ انت كنت بتقول كده، ايوه وقف في وش الاهلي الطوفان اما راح المغرب، هو وداد، وتيجي تبص حواليه اصلا بتوع الوداد كان في ريحه معفنه، ما حدش كان حواليه، سايبينه وماسك علم الزمالك. طب فين بقى جمهور الوداد اللي هو عمال يشجعه؟ جمهور الوداد ما هو المانيا يا ابو الصحاب، بيقول لك في المانيا ما فيش شطافات، قلنا نتشطف ونصلي الفجر حاضر. المهم يا ابو الصحاب، بعد ما خلص اللقطه دي وبقت ترند والكوكب كله اتكلم عليها، قال لك نعمل لقطه ثانيه. ما هو بقى مسافر المانيا القمح، جاي بقى عندنا هنا مصر، ما فيش بقى الا المطار ده والبعثه دي بالصدفه. بالصدفه الاهلي واخد الكاس ومروح يهلقوه. ايه رايك بقى ولاعيبه الاهلي بيحفلوا عليك وبيلف حواليك؟ انا عارف انت كنت عايز كده، بس شكلك ومنظرك ايه كده قدام جمهورك اللي انت بتقول ان انت زملكاوي. انا ماليش علاقه بالراجل ده، كل واحد يقول اللي هو عايزه. انت شايف اللي هو زملكاوي وقف قدام الطوفان والزملكاوي اللي بيفهم فينا، الله عليك. انت لو شايف كده يا ابو الصحاب عادي، انا مش شايف ان ده اصلا زملكاوي. كل اللي انا شايفه يا ابو الصحاب ان الراجل ده كان عايز ياخد لقطه، وبالفعل خد اللقطه، وكان عايز يصير لقطه ثانيه ويصير الجدل. بقول لك ابن شوبير شتمني ومش عارف اسمه، ياه مش عارف برضك يا ست الظابط، مش عارف يعني الاسم بالعرض كده على ظهر مصطفى شوبير كده، مش عارف اسمه. وساعتها سيد عبد الحفيظ رد عليه قال له ده المترجي. سيد كمان بيروش. هو انا ابو الصحاب ان الراجل ده كان عايز ياخد اللقطه، وبالفعل كان عايز الخطيب يرد عليه اما كان بيزعق في الفيديو منتشر. يا كابتن الخطيب هي دي المبادئ؟ واحد من دور عيالي يشتمني. دور عيالك يعني انت اب؟ ده انت لو ابويا هبره منك او ايدك اب بسلسله وبتوكه. ده انت جاي من المانيا حرفيا، ملوك العجلات. عموما انا ببعت رساله للشخص ده اللي انا ما اعرفش اسمه، اللي هو خلق البلبله والترند وهو كان عايز كده. رساله بسيطه، انت بتحب الزمالك فعلا والزمالك همك بالفلوس اللي انت رحت بيها يا رايح جاي، وانت بتقول جاي من المانيا، وانا اشك يا المانيا القمح عندنا هنا، انا اشك في الكلام ده. كنت اديتها للزمالك. عايزين فلوس، الزمالك عايز فلوس، كنا هيساند يعني في قضيه شيكابالا بتاع افريقيا كده، هنلم منين؟ مش انت بتحب الزمالك ما تتبرع. السفر رايح جاي ديت مبلغ برضه. المشكله كمان يا صاحبي في قله كرامه في الموضوع. جمهور الزمالك كان في بعض منهم كان واقف مع الوداد، فاكرين يعني في القاهره هنا جمهور الوداد رجعوا ورا، وعندك جمهور زي ده يعني جمهور الزمالك بيقول عليه زملكاوي، محدش يشوف من جنبهم جمهور الوداد. ده قله كرامه. ده بالعكس كمان الاهلي بيعلم على الفرق ان انت كل شويه انا بشجع ده وانا بشجع ده. انا يا عم ما تشجع الزمالك، هتحب الزمالك طول ما انت مركز. قلت لك قبل كده ان الاهلي يفشل. مش هيفشل ليه؟ عشان مش شايفني. بجيبها لك على بلاطه. لو شايفني كان وقف عند البطوله السادسه، وانا اللي عديت الزمالك وعديت مازيمبي والكلام. بس كفايه كده يا كتاب التاريخ زي خالد بندقه سوبر وسوبر. مالك كتاب التاريخ اقفل. في بطولات ثانيه يا كابتن خالد اقفل عليك. لو بنفس عقليتي بقى كان يا ابو الصحابه عند البطوله السادسه وقال كفايه. امال هو عايز ينجح السادسه السبعه الثامنه العشره العشرين، هيتنيه كده ليه؟ مركز اللي هو ينجح، مش باصص لحد. اما انا باصص للاهلي. قلت قبل كده نخلي اهتماماتنا مع الزمالك. الوقت اللي انا مضيعه على الاهلي واخبار الاهلي والطاقه علشان احفل مع الاهلي فريق ثاني هيكسبه، مش انا اللي هكسبه بقى كمان عشان احفل فريق ثاني. لا يا ابو الصحاب، سايب كل ده مركز مع الاهلي. اتمنى من جمهور الزمالك يفهمني. مش عايز تفهمني دي وجهه نظرك، تقول اللي انت عايزه بس. ونيجي بقى لاخر موضوع معانا. جنش يقترب من العوده للزمالك. كرة بلس اللجنة الفنية تقترح عودة محمود جنش حارس مرمى فيوتشر مجددا الموسم المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى حال رحيل محمد عواد. أنا ما عنديش معلومة في حتة جنش هيرجع ولا لأ، ده مصدر وأنا بنقله، بس أقول وجهة نظري في الموضوع. جنش مبطل كورة من ساعة أصلا آخر سنة في الزمالك، ده وجهة نظري. جنش أنا بحبه شخصيا، وفعلا والله شخص سالك وبيحب الزمالك. سيبك من المواقف اللي حصلت مع حسين لبيب، الراجل استحملني في ظروف كتير وما كانش بياخد فلوس. عموما يعني سيبك من موضوع جنش، هنتكلم فنيا. هل فنيا جنش هيفيد نادي الزمالك؟ لا، فنيا مش هيفيد نادي الزمالك خالص. فعواد طبعا افضل، بس عواد اللي انا اعرفه عواد عايز يعني يجدد بنفس الراتب اللي هو كان بياخده، ورقم كبير. فالزمالك بيحاول ان هو يقلل العقود شويه، وبدا يدور بره على حراس مرمى. لو عواد ما رضيش يجدد بالراتب ده، فهل بقى نتحرك في جنش؟
ده انا هتحرك في ابو جبل بقى. على الاقل ابو جبل فايق فنيا، واقف على رجله. هو فعلا مشكلته معايا انا شخصيا، اصلا ما بحبش في وقت ما انا اكون مزنوق انا هسيبك وامشي واروح فرقه تانية، وده حصل فعلا مع ابو جبل. بس فنيا اجمد من جنش، انا من ده وجهه نظري. فحته بقى اللجنه الفنيه تفكر ان هي ترجع جنش تاني، هي بقت عزبه، بقت عزبه حرفيا. اللي قريب من الاداره يرجع، زي من لعيبه كتير مش عايز اقول اسماء. اتمنى من الاداره بتاعتنا تركز ان هي تفوق الفرقه، مش تركز ان هي تجيب الاقرب واللي يستحملني، وعلشان ده استحملني في وقت صعب اقعده. لا، دي مش تكيه. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده واصحابي. اتمنى يكون عجبك. مستني وجهه نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت عليها. رايك في رضا عبعال في الكلام اللي هو بيقوله؟ ما بيحترمش اشخاص معينين كده، في ناس تحترمها، في ناس تخبط معاه. لغه المصاطب ديت اللي هي طلعت على الشاشات خلاص، بقت موجوده خلاص، والحاجات دي هي اللي بتجيب الترند. خالف تعرف الكلام ده كله، بس في اوقات كده لازم تحترم الاشخاص. وجهه نظرك برضو كمصحاب في موضوع رضا عبعال، وجهه نظرك برضو كمصحاب في الكومنتات عن موضوع المشجع الزملكاوي الالماني اللي بيفهم فينا، وهو اللي وقف في وش الاهلي الطوفان. انت فاهم اللي بيفهم فينا؟ وجهه نظرك في الكومنت. وجهه نظرك برضو كمصحاب في حته عوده جنش، عاوزه يرجع ولا لا؟ وبكده يا ابو صحاب نكون وصلنا لنهايه فيديو صياح ما بعد افريقيا. اتمنى يكون عجبك يا ابو الصحاب، فما تبخلش علينا باللايك علشان فعلا هو اللي بيخلينا نستمر. عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. والناس اللي بتتفرج ولسه ما اشتركتش في القناه، طالما عجبك المحتوى يا ابو الصحاب خلينا نستمر. اشترك في القناه عشان بيديني دافع اللي احنا نستمر يا ابو الصحاب. وحاجه اخيره يا ابو الصحاب حابب اقولها قبل ما اقفل الفيديو، حته اللي انا قلت يعني ان الاهلي سيد افريقيا. طب ما ده حقيقي. ايه المشكله؟ بس انا مش فاهم. هو الاهلي معاه كام بطوله؟ 11 بطوله. تاني واحد مين؟ الزمالك 5. تاني واحد برضك نفس المستوى مازيمبي، الاثنين معاهم 10. الاهلي معاه. ايه المشكله؟ وانا قلت حاجه غلط؟ انا على فكره والله ده ما تطبيلا ولا اي حاجه. انا على فكره عشان ما كنتش بتكلم عن محتوى الاهلي ولا كنت بتكلم في اي حاجه، بس كنت بقول الكلام ده على ارض الواقع ما بيني وما بين اصحابي. وحتى كمان اصحابي الاهلاويه كنت بقول لهم مبروك. انا هفرح ليه في اخويا او صاحبي اللي هم برضك في نفس الوقت؟ ما انا ببقى زعلان بيهدوني، ما بكون فرحان بيفرحوا لي. فانا من مشكلتي يا بالصحاب اللي انا بطبل وما بطبل. ما ده حقيقه، الاهلي سيد افريقيا. ايه المشكله؟ الاهلي بيروح يلعب في كاس العالم، بيلعب السيتي اللي سيد عبد الحفيظ بيقول لك انا خايف من الاستحواذ اصلا. السيتي جمله ما ينفعش تحط في كلمه واحده، والاهلي عملها وبيعملها كل سنه وبيروح كاس العالم وبيشرف اصلا مصر. حته بقى اللي انا اشجع الاهلي، ما بشجعش حد الا الزمالك، ومركز مع الزمالك علشان عايز اشوفه صح. اما حته بقى وصعبه تقول لي ادي حلول للزمالك، مش اختصاصاتي، مش بتاعتي. اي حد هيعمل حاجه صح هتلاقوا له عمل حاجه صح، عمل حاجه غلط عمل حاجه غلط. امال الناس اللي موجودين على الكرسي والشهره والفلوس وكل الحاجات دي موجودين ليه؟ فتيجي تقول لي انا اقدم حلول، اقدم طاقه ايجابيه. ما هو ده اللي موجود. انا مش شغلانتي اللي انا اقدم لك حلول. بس يا ابو الصحاب دي اخر حاجه معانا، وانا بقول كفايه كده. سلام.